واش ليكيب، مرحبا بكم في شيء أتاي مباشرة من قلب الكان 2025. معكم حمزة، واليوم رانا في الترفيش الكبير. الجو راهو مكهرب، الكرة راهي تدور. اليوم المغرب ضد المالي، الجمعة 26 دجنبر في 21 برابط. يا ودي راهي نار كبيرة. أهلا حمزة خاي، المغرب منور بيك وبالجيران. ايوا شفتي الأسود كيفاش بداو؟ فازوا على جزر القمر 2-0 في الافتتاح. دياز سجل من ركلة حرة، والكعبي ضرب برجل في الراس. الهمة والشان والرزانة في التيران. يا ودي قول لي رزانة ولا الخزنة تاع الدراهم؟ 436 مليون يورو يا محاينك، أغلى إيكيب في كل أفريق، فوق السنغال والكوديفوار. بصح شوف، راني خايف على حكيمي. الراجل لعب 69 ماتش في السيزون الماضي، قريب 7000 دقيقة. هذا بنادم ولا ماشينا؟ راهو عيان يا حاجب. الماليين راح يجروا عليه كي البراغيث في الجانب الأيمن. الحكيمي وخا يلعب بالكروسة راه طيارة، ولكن عندك الحق، الراجل عيان. الرغراغي قال يرجعوا تدريجيا، يمكن يبدأ على الاحتياطي ويدخل في الدقيقة 60. بصح المغرب عنده بديل، مزراوي قوي وصلاح الدين يقدر يغطي الجانب. الماليين جرحى بعد التعادل مع زامبيا 1-1. مسكين بلال توري ضيع بينالتي وقحك لولي راسه، والجمهور راه يحرقوا. المغرب راهم ماشينا يا حاجب. في الافتتاح لعبوا 4-3-3 كلاسيكي، سيطرة على الوسط مع مرابط وناهي، ودياز يتحرك بين الأسطر. المالي عندهم كومبلكس كبير منكم، 6-0 في تصفيات المونديال 2018 و4-0 في 2004. راهي عقدة نفسية يا خاو. المالي عندهم ليزانديفيدي قوى، بيسومة في الوسط، دورجيليس على الجناح، سينايوكو في الهجوم. بصح ما عندهمش بروجي جماعي. يلعبوا غالبا 3-5-2 دفاعي، يغلقوا الوسط ويخرجوا في الكونتر. إذا مارك المغرب في 20 دقيقة الأولى، المالي يتفرتت. عندك الحق، المالي فيهم عقدة، بصح راهم يلعبوا ماتش الموت هذا. إذا خسروا يبقاو تحت الضغط كبير ضد كوموروس في الجولة الأخيرة. المغرب يبغي يضمن الصدارة باش يريح الدراني ضد زامبيا. التكتيك، الرغراغي غادي يضغط عالي من البداية باش يستغل الضعف في الدفاع المالي. مرابط غادي يغلق بيسومة، وناهي يخرج الكرات، ودياز يتحرك في الأماكن الفارغة. في الهجوم رحيمي أو الكعبي. الكعبي يسجل في الافتتاح، راه في الشكل. المالي يخافوا من الكرات الثابتة، إذا ضربنا ركنية اليميق أو أقرد يقدر يسجل. الدويلات الحاسمة يا حاجب. حكيمي إذا لعب ضد دورجيليس، حكيمي راهو سريع، بصح إذا عيان دورجيليس يقدر يخليه يجري بزاف. مرابط ضد بيسومة، معركة في الوسط، اللي يربح الكرات الثانية يغلب. رحيمي ضد ديابي، رحيمي راهو يتحرك بزاف، ديابي يحب الضغط العالي. إذا دخل توري من الاحتياطي، المالي يقدر يرجع في النتيجة. النقطة الضعيفة عند المالي، الدفاع يضعف في الدقائق الأخيرة زي ما وقع مع زامبيا. المغرب عنده عمق في البنك، إذا تعب أحد يدخل إلياس أخوماش أو بن صغير. الغرينة المغربية راهي عالية بعد المونديال 2022، الجمهور في الملعب راه يدفع. بصح بيناتنا يا حاجب، واش هاد الداتا وهاد 436 مليون تخرج الغرينة تاع بكري، ولا الماليا غادي يفاجئ بكونتر من سينايوكو؟ الروح والقلب هما اللي كيجيبوا الكاس. المغرب راهم أقوى على الورق وعلى أرض الواقع. التوقع 2-0 أو 3-1 للأسود، مع هدف من الكعبي أو رحيمي. ديما مغرب. وانتوما يا خوتي، واش راكم تشوفوا؟ باللي المالي غادي يدير المفاجأة ولا الأسود غادي يعودوا التاريخ؟ خلونا رايكم في الكومنتات. بارتاجيو هاد البراد مع أصحاب، اشتركوا في البودكاست، ونتلاقاو مورا الماتش للديبريف. تهلاو في رواحكم، وتهلاو في رواحكم يا ليكيب. السلام.